النادي الاهلي بيتعادل مع انتر ميامي 0-0 في اول مباراه في كاس العالم، واكيد في سلبيات وفي ايجابيات. تعال نشوفها. ملخص الشوط الاول: شيلوا انتر ميامي من تحت النادي الاهلي 4-0 مستريح لو كل الفرص دي جت اهداف. مساحات بالجمله في ظهر لعيبه انتر ميامي، واللي سببها ان زيزو كان بيلعب صانع العاب مش بيلعب جناح. منها يسحب اللاعب الست عشان يخرجه من مكانه ويفضي مساحات لتريزيجيه واسامه ابو علي اللي عندهم سرعات مش طبيعيه. وبعيد عن الحكم، بجد ريبيرو مدرب كبير جدا انه قدر يطبق كل فلسفته في الوقت القصير ده ويطبق الضغط العكسي كما قال الكتاب. لعيبه الاهلي بتطبق الضغط العكسي اول ما بتفقد الكوره، بتلاقي اقرب لعيب او اتنين لعيبه بيضغطوا ضغط عكسي مباشر على الكوره، وده اللي كان واضح جدا في هجمه ضربه الجزاء اللي خدها زيزو. قبل ما نبدا، حسين الشحات كنت عايز اعرف هو واخد الكوره بيجري لحد فين، موقف السلام ولا كان رايح فين بالظبط. سلبيات الاهلي كانت واضحه جدا في الجزء البدني، انه كان منهك بدنيا، ومع التعب البدني اكيد التعب الذهني بيحل عليك، واي لعيب فيهم اكيد مش هينفذ 100% من تعليمات المدرب. وهجوميا الاهلي بقى شرس جدا وعنده خط هجوم لا يقارن، ولكن ميزه الاهلي هي برضه عيبه ان الكره ما بتقطع منه وهو بيهاجم بيكون سيء جدا في التحولات الدفاعيه. فريق غير مرتب خالص وخطوط متباعده جدا عن بعض، خصوصا وسط الملعب ومروان عطيه. وفي النهايه هو افضل لعيب في المباراه، واعتقد هيكون افضل حارس في البطوله محمد الشناوي. توقعاتك بقى، هل الاهلي هيقدر ان هو يفوز في المباراه الجايه ويصعد في كاس العالم ولا لا؟ في المقص.